بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحه وراحه بال، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. ولازم ادعي لكم الدعوه دي اول الفيديو، لان انتوا بجد يا بنات ما بتاثروش معايا لا في تعليقات ولا في لايكات ولا في كلامكم الحلو اللي بيشجعني قوي قوي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. مساءكم كله تفاؤل وامل وجبر خواطر راحه بال، وصباحكم كله هنا وسعاده يا بنات، سواء بتشوفوني بالليل او بالنهار. حطي لايك للفيديو، اشتركي في القناه لو انت اول مره بتشوفي قناتي. انا اختك اسراء، فضلا منك وليس امرا كده الاشتراك الحلو اللي بيشجعني والكلام الجميل يا بنات اللي بيفتح نفسي ان انا اسجل لكم فيديوهات واعمل لكم فيديوهات حلوه وفيديوهات من المطلوبه اللي انتوا بتطلبوها مني. انا والله يا بنات مش ناسيه الميزانيات اللي طلبت مني خالص، بس معلش يعني المره الجايه بقى هيبقى فيديو عملي نعمله مع بعض، والمره اللي بعدها نقول ميزانيه مره ومره لحد ما نشوف كده الدنيا تمشي معانا ازاي. طيب بصوا يا بنات، تعالوا بقى الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. المهم فيه بقى يا بنات ان هو فيه اساسيات مهمه قوي قوي للفريزر، وحاجات كمان ضروريه تبقى عندك في التلاجة او في المطبخ عموما عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اهم تفريزات شهر رمضان يا بنات واساسيات الفريزر في كل بيت، وحاجات كمان ضروريه بتبقى في التلاجة عندي، وهعملها بقى من دلوقتي واخليها على رخامه كده عندي في المطبخ موجوده، وقت ما عاوزها اطلع على طول. طب يا بنات، اول حاجه معايا فكره المخلل، واساسي معايا يا بنات في المخلل الزيتون والليمون، مفيش كلام. الزيتون والليمون دول اساسيات يا بنات اي بيت في رمضان. لازم على السفره بتاعتك يبقى عندي زيتون وليمون. حابه بقى انت تعملي تشكيله كده مخللات، الخيار مع الجزر مع اللفت مع القرنبيط. هنعمل ده يا بنات ان شاء الله باذن الله في فيديو، ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض المخلل المشكل كله بقى يا بنات، لفت وجزر وخيار وقرنبيط وكرنب كمان، كله يا بنات ان شاء الله باذن الله. طيب اساسي معايا الليمون، وانا عملت الليمون في الفيديو اللي فات، والزيتون يا بنات عاملاه من قريب جدا معاكم، والله يا بنات كنت هعمله معاكم تاني الفيديو اللي فات، بس للاسف ما لقيتش الزيتون، لاني انا بجيب الزيتون التفاحي يا بنات، ما بجيبش الزيتون العزيزي ابدا. انا بصراحه جربته مره واحده وكان ناشف جدا جدا، ما بيستويش اصلا يا بنات، وممكن يقعد سنه كمان ما يستويش. فانا بالنسبه لي الزيتون التفاحي ده افضل بكتير بالنسبه لي. المانجا يا بنات تاني حاجه بقى، وتاني حاجه اساسيه معايا جدا في الفريزر، المانجا والجوافه والرمان والبرتقال. طيب المانجا يا بنات في ناس خزنتها وشالتها خلاص، وفي ناس لسه في مانجا لسه موجوده يا بنات، بس منقي بقى الحاجه النظيفه. هتلاقيها اغلى من الاول طبعا، بس نقي الحاجه نظيفه. اوعي تجيبي المانجا المتفعصه المهريه اللي هي تحسيها كده طريه قوي ديت يا بنات، ممكن يعني قدر الله تبقى مش نظيفه من جوه. فخلينا في الحاجه اللي ماسكه نفسها الناشفه الكويسه اللي تنفع معانا ان احنا نشيلها ونخزنها. تمام. فالمانجا يا بنات اساسي جدا، من الحاجات الاساسيه جدا في رمضان، وهتلاقوني بعمل عصير معاكم مانجا كتير جدا في رمضان يا بنات. الجوافه كمان يا بنات من اساسيات الفريزر عندي في رمضان، وضروري جدا جدا يا بنات يبقى عامله حسابي وجايبه جوافه بكميه كويسه جدا عشان اشيلها رمضان. واحنا عملنا الجوافه يا بنات بطريقتين، عملنا الجوافه يا بنات وشلنا من قلبها البذر، وقلت لكم لو حابه تعمليها كده عادي جدا. وعملنا الطريقه الثانيه اللي هو شلنا القمع من تحت ومن فوق وخرطناها كده شرايح. حابه برضو ان انت تشيلي البذر بس وما تشيليهاش بالطريقتين، براحتك خالص اللي يريحك. انا بحب اعصر عليها نص عصره ليمونه كده يا بنات، واحط عليها سكر، بحيث ان السكر ده قبل ما بتبتدي تجمد بيكرملها شويه، فبتبقى في منتهى الجميل. تعملي بقى جوافه بالنعناع باللبن، تعملي جوافه باللبن، تعملي جوافه بالميه عادي جدا، وتحطي عسل يبقى قيمه غذائيه اكتر، براحتك خالص. طيب الرمان يا بنات كمان، وعملته معاكم كتير جدا الفتره اللي فاتت، والرمان يا بنات هعمله معاكم بقى عصير ان شاء الله باذن الله. هعمل لكم فيديو كده يا بنات حلو قوي قوي قوي، ونحضر عصاير رمضان بطريقه حلوه جدا. بس انا مستنيه يا بنات البرتقان البلدي ينزل، لسه البرتقان البلدي يا بنات ما نزلش، عشان انا بحب اخزن برتقان بلدي يا بنات. الرمان يا بنات انا بحب كده بقى افصص الرمان، ووريتكم بعمله ازاي وبطريقه سهله جدا، وبحب اعصر عليه ليمون واحط عليه سكر واشيله بقى يا بنات في الفريزر. واول ما عاوز اعمل عصير بحب كده يا بنات ان انا اسلق بنجر، واسلق كمان مش اسلق بقى، يعني اعمل عصير كركديه عادي جدا، واحط ده على ده، ميه البنجر زي ما هي، ميه الكركديه زي ما هي، وبضربهم في الخلاط مع الرمان يا بنات، وبيديني احلى عصير رمان ممكن تشربيه في حياتك. تمام. طبعا زي ما قلت لكم، عايزه تحطي سكر عايزه تحطي عسل براحتك خالص. البرتقان يا بنات انا البرتقان البلدي لسه منزلش، ان شاء الله باذن الله البرتقان البلدي ينزل ونعمله مع بعض يا بنات، وهيبقى بطريقه حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم اني انا بعمل معاه الجزر حلقات بسلقها،
الجزر حلقات بسلقها يا بنات وبحطه مع البرتقال، ببقى محضره كده ده مع ده. لو رجعتوا الفيديوهات القديمه هتلاقوا يا بنات ان انا عامله محضره البرتقال البلدي وسلقه معاه شرايح من الجزر وحطهم مع بعض في الفريزر على التجهيز على طول للعصير. طب يا بنات الفكره اللي بعد كده وقلناها كتير جدا، الجزر المبشور، الجزر المكعبات، الجزر الحلقات. انا يا بنات بحب ابشر جزر واشيله احتياطي عندي، وبحب يا بنات كمان اعمل جزر مكعبات، وبحب اعمل جزر حلقات. كل ده عندي يا بنات لا غنى عنه في الفريزر. الجزر يا بنات من اساس الفريزر في رمضان وغير رمضان والله يا بنات، سواء كده او كده. طب رابع فكره معايا يا بنات وهي البسله. البسله لسه طالعه يا بنات، بس انا يعني ما اشتريتش لان انا بحبش اجيبها اول ما تطلع، بتبقى ناشفه شويه وبتبقى غاليه جدا، فانا بحب كده في الوسط، يعني اهدي اللعب كده شويه لما البسله ترخص ولما كمان تبقى مسكره معايا ببتدي اجيب البسله. وعايزه اقول لكم والله يا بنات ما عنديش غير شويه بسله كده صغيرين من رمضان اللي فات، يعني هو خلاص كده كل البسله اللي عندي خلصت يا بنات حرفيا. زي ما بقول لكم بحب كمان يا بنات انا بفصصها وبقطع معاها جزر كده مكعبات صغيره وبشيلها بالطريقه دي، لا بسلقها ولا بعمل فيها اي حاجه يا بنات، انا بشيلها بالطريقه دي. الباميه كمان يا بنات من اساسيات رمضان ولازم تبقى عندي، والباميه يا بنات بدات تغلى تاني، فحاولي ان انت تجيبي كده على قد ما تقدري. معلش لو غليت تعالي على نفسك وهاتيها لو انت لسه ما جبتيش. والباميه يا بنات من اساسيات رمضان ومش هتبقى موجوده في رمضان، خلينا عارفين ان الباميه مش موجوده. طبعا كل حاجه وليها اوانها، فخلاص رمضان يعني ربنا يبلغه لنا 18/2 يا بنات، فمش هيبقى فيه باميه، فحاولي ان انت تجيبي وتشيلي الباميه. الفاصوليا يا بنات كمان، وانا اوريكم لما عملنا جرد للفريزر عندي فاصوليا بكميه كويسه جدا جدا، فمش محتاجه ان انا اجيب فاصوليا. الفاصوليا برده يا بنات ماليه السوق دلوقتي وحلوه جدا وخضره وطريه، فتقدري تجيبي وتخزني الفاصوليا. والفاصوليا يا بنات من اساسيات الفريزر. ممكن بقى يا بنات تعملي طبق كده مشكل خضار سوتيه، يعني تجيبي الكوسه وما تقشريهاش، يعني تجرديها كده او تبشريها بس كده اللي هي تبقى مضلعه زي ما هي، وبعدين تقطعيها كده صوابع كده يا بنات، وكمان جزر صوابع، ومعاها كده فاصوليا، وتحطيهم كده في طبق لوحدهم. اول ما تطلعيهم يتعملوا خضار سوتيه على طول. وخلي البطاطس في الاخر، يعني في ناس بتحط بطاطس كمان في الخضار السوتيه، الخضار اللي هو المشكل السوتيه بتبقى حلوه جدا جدا يا بنات برضه. الفكره اللي بعد كده يا بنات ومهمه جدا جدا وهي الكوسه. الكوسه يا بنات من الحاجات الاساسيه جدا معايا في رمضان، وانا بجيبها يا بنات بعملها ايه. طيب انا بعمل دلوقتي يا بنات الكوسه بطريقتين، طريقه اللي هي بقطعها حلقات عادي جدا ودي للطبيخ بتبقى معروفه، وطريقه تانية اللي هو بقطعها كده فيها عوجه كده يا بنات شويه، وهنعملها مع بعض. وديت يا بنات ببقى شايلاها للكوسه البشاميل، طبق كده كوسه بالبشاميل، يعني صينيه كده محترمه تطلعي منها طبق بقى كده كوسه بالبشاميل باللحمه المفرومه جنب رز ابيض، جنب رز بشعريه، من غير حاجه كده، وتاكليه جنب سلطه حلوه قوي قوي يا بنات. وهنعمله مع بعض على فكره، وافكاره جميله جدا ومغذي قوي قوي. عايزه اقول لك الكوسه من الحاجات المفيده جدا جدا وكمان حلوه قوي. والكوسه بالبشاميل يا بنات يعني الولاد هيحبوها بجد قوي قوي. طيب الفكره الخامسه القلقاس يا بنات والسلق بتاعه. القلقاس والسلق ما ينفعش ابقى جايبه قلقاس ومش جايبه سلق، لازم ابقى محضره ده وده عندي في الفريزر. وانا لسه ما جبتش قلقاس، انا يا بنات مش من نوع الناس اللي بتحب تجيب القلقاس اول ما يطلع. بالنسبه لي يا بنات بيبقى ناشف شويه ومدكر، يعني معروفه جدا بيبقى مدكر شويه. انا بحب اجيب القلقاس يعني في نص الموسم كده بتاعه، بحيث ان بيكون استوى ما ياخدش ربع ساعه معاكي على النار، تبص تلاقي القلقاسيه كده فكت وبقت سهله كده معاكي. في قلقاس يا بنات مهما تسوي فيه ما بيستويش تماما، قعديه ساعه ساعتين على النار ما بيستويش. فانا ما بحبش اجيب القلقاس دلوقتي، بس هجيبه واعمله معاكم بطريقتي، وعملت السلق معاكم في الفيديو اللي فات وكان سهل قوي قوي. ولو حابه تعرفي طريقه السلق بنعمله ازاي، بنحط الكزبره عليه وبنعمله، فلو حابه ارجعي الفيديو اللي فات هتلاقيه. طيب الفكره الثابته يا بنات وهي الباميه الويكه. والباميه الويكه يا بنات لفيت عليها السوق كله وفعلا ما لقيتهاش، وممكن بقى انت تلاقيها على حسب كل مكان، بس هتلاقيها غاليه شويه، يعني ممكن بدل 10 و15 تبقى ب 25 30. فلو انت حابه تجيبي الباميه الويكه من اساسيات السفره في رمضان يا بنات، يعني لازم كده ان احنا نشكل السفره كل يوم في رمضان ونعمل اكلات مختلفه. الباميه الويكه يا بنات سهله جدا، انا بجيبها بغسلها حلو قوي قوي، وبعدين بقطع القمع بتاعها من تحت ومن فوق، وبقطعها شرايح كده رفيعه، وببتدي اشيلها في اكياس وخلاص كده بحطها في الفريزر بقت جاهزه معايا على العمايل على طول. طيب الكرنب يا بنات، وانا يعني بخزن الكرنب بطريقه مختلفه شويه. انا ما كنتش بخزن كرنب يا بنات عشان اكون واضحه معاكم، ما كنتش بحب تخزين الكرنب، جربته ولقيت بصراحه يا بنات الكرنب من الحاجات اللي لما تطلعيها من الفريزر تبقى مجلده معاكي شويه. تمام. فانا دلوقتي يا بنات الكرنب لما
جربت بقى طريقه تانية وقلت لازم اقولها لكم ان شاء الله باذن الله في فيديو، وانا قبل ما بديكم اي فكره يا بنات لازم اكون جربتها. فانا الكرنب بالنسبه لي بجيبه بشيله زي ما هو، بقطعه كده يا بنات وبحضره كده رصات فوق بعضها وبشيله زي ما هو. بتسلقيه يا اسراء؟ لا. طب بتبوخيه على النار؟ لا. طب بتحطيه في ميه سخنه وتطلعيه؟ لا، ما بعملش فيه اي حاجه، بشيله زي ما هو. بغسل الكرنبايه حلوه قوي قوي، وبعدين ببتدي اقطعها كده واعمل بقى على حسب انت بتحبي المربعات صغيره، بتحبي لفه الكرنب صغيره كبيره شويه، براحتك خالص. فبقطعه يا بنات وبشيله في الفريزر على اعمال على طول، وهنعمله في فيديو عملي ان شاء الله مع بعض. الفكره اللي بعد كده يا بنات ومن اساسيات الفريزر في رمضان، وبتنفع جدا في اواخر رمضان بالنسبه بقى الناس اللي بنروق الشقه وبنعمل الكحك والبسكوت والبيديفور والغريبه فمبنبقاش فاضيين خالص. فمن اساسيات رمضان الحاجات السهله قوي قوي اللي هتسهل عليكي الدنيا القرنبيط يا بنات. وعملنا طريقه القرنبيط مع بعض وسلقته معاكم وحضرته، بس ما عملتش الخلطه بتاعته. ان شاء الله باذن الله هديكوا افكار حلوه قوي قوي. القرنبيط من الافكار دي يا بنات. عايزه اعمل لكم الخلطه بتاعته ونعمله كده ونسويه واطلعه لكم ذهبي ومقرمش وخطير. ولازم يا بنات في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله اسمعكم القرمشه بتاعه القرنبيط. عايزه اقول لك بجد مش هتبطلي تعمليه. القرنبيط يا بنات من الحاجات الاساسيه جدا في رمضان وغير رمضان، بس انا بحبه في رمضان جدا. اوقات كده ببقى محتاسه مش عارفه اعمل ايه في الفطار، اواخر شهر رمضان بننزل نجيب لبس العيد، بنبقى عندنا مسؤوليات وحاجات تانية فبنستسهل بنطلع نحطه في الخلطه اللي هنعملها له ونقليه على طول جنبه شويه بطاطس محمره وخلاص خلصنا كده، وطماطم مخلله شويه مخلل من اللي انت عاملاهم وخلاص خلصنا. فالقرنبيط يا بنات من اساسيات رمضان. الطماطم وعملنا الطماطم وقلت لكم الطماطم يا بنات، والتسبيكه كمان، تسبيكه المحشي يا بنات، وقلت لكم ده اساسي وده اساسي، الطماطم وتسبيكه المحشي. وعملنا ده وده وكذا مره، عملت معاكم الطماطم كذا مره، عملت تسبيكه المحشي الفيديو اللي قبل اللي فات وعجبتكم جدا، وبجد مش عارفه اشكركم بايه. يعني كلامكم بجد بيفرق معايا قوي قوي، يعني اشكركم قد ايه على كلامكم مش عارفه حقيقي. طيب عاشر حاجه يا بنات معايا وهي الفلفل الالوان. الفلفل الالوان عملناه الفيديو اللي قبل اللي فات مع بعض، وقلت لكم ان انا بحب اقطعه شرايح كده، حابه تقطعيه مكعبات صغيره مكعبات كبيره، حابه تقطعيه شرايح زي وتقسمي الشريحه نصين براحتك خالص. انا كنت جايبه الفلفل الالوان كان عامل الكيلو 40 جنيه، كنت جايبه الاثنين اللي انتوا شفتهم في الفيديو معايا ب 13 جنيه. عايزه اقول لكم ما شاء الله هيكفوا يوفوا معايا، وما بجيبش فلفل الوان كتير لان استخدامي ليه مش كتير، بس من الحاجات الضروريه الاساسيه اللي لازم تبقى معايا في رمضان وفي غير رمضان. اتكلمنا يا بنات في فكره فيديو النهارده عن اهم تفريزات رمضان واهم اساسيات المطبخ في رمضان. ومن اساسيات المطبخ الحاجه اللي لازم تبقى عندي قلنا المخلل الليمون والزيتون. اتكلمنا عن التفريزات قلنا المانجا والجوافه والرمان والبرتقال، الجزر بجميع انواعه بقى، المبشور، المكعبات، الحلقات يا بنات، البسله والباميه والفاصوليا والكوسه، القلقاس والسلق، الويكا الباميه، ودي مهمه جدا يا بنات ولازم لو قدامك تجيبيها وتشيليها وتعمليها. الكرنب يا بنات وهديكم فكرته ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات الجايه. القرنبيط يا بنات، والقرنبيط زي ما قلت لكم برده هنعمل خلطه مع بعض، وان شاء الله باذن الله هديكم افكار حلوه جدا جدا الفتره الجايه. الطماطم وتسبيكه الطماطم ودي من اساسيات رمضان عندي، والفلفل الالوان. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، يا رب اكون فدتكم في حاجات بسيطه. عايزه اقول لكم الورقه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا كاسراء، الورقه دي مهمه جدا بالنسبه لي. باخد الورق ده يا بنات وانزل السوق ابص كده انا ايه ناقصني ومحتاجاه، وببتدي اجيب الحاجه اللي ناقصاني ومحتاجاها، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجات كتير من دي عملي مع بعض التاني. يا رب فيديو النهارده يكون فاتكم. ما تنسيش تحطي لايك بقى واشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوفي قناتي، فضلا منك وليس امرا. اشوفكم على خير يا بنات للفيديو الجاي، توحشوني. باي باي يا بنات.